السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم عشاق السيارات. في اطار دعمنا لسوق السيارات المصري بتوفير سيارات زيرو كامله الاوبشن، كامله عوامل الامان، وباسعار لا تقبل المنافسه، لان هامش الربح بتاعنا فيها قليل جدا. ده حلمي اللي انا حابب ان انا احققه في سوق السيارات المصري، اوفر لكم سيارات ممتازه باسعار جيده، ومن داخل تحديدا سوق السيارات الزيرو في الامارات مع الشمس والحر الرهيب اللي احنا فيه ده، ولكن كله يهون عشان خاطركم. النهارده باذن الله هنتفرج مع بعض استكمالا لسلسله السيارات الزيرو اللي احنا بنعرضها، فهنتفرج مع بعض على سياره اعتماديه بامتياز. هي بتتكلم عن اعتماديه وبس. عربيه كمان انتم طلبتوا مني كتير، العربيات السبع راكب. فعربيتنا النهارده هتكون سبع راكب واعتماديه. السبع راكب في مصر محدود، ومش كل العربيات بتنجح فيه، فلذلك انا هعرض لكم العربيات السبع راكب الناجحه فقط. عرضنا قبل كده المتسوبيشي الاكسباندر، والنهارده هنعرض مع بعض التويوتا رش. التويوتا رش انا عملت لها ريفيو كامل قبل كده، ويمكن كنت قاسي عليه فيها شويه، نظرا لان انا كنت حابب من تويوتا انها تكون عطيانا اوبشن اكتر من اللي انا شفته في النسخه المصري. النهارده بقى هنتفرج على الاوبشن، وهنتفرج على عربيه مميزه جدا. خلونا نتفرج عليها. مبدئيا يا جماعه، العربيه دي متوفره لاخواتنا ذوي الهمم اللي معاهم جواب، وكمان لاخواتنا المصريين المغتربين بالخارج اللي اشتركوا فعلا في المبادره. دي العربيه بتاعتنا جنود 17 2 لون. شوفوا بقى الاوبشن بتاعنا. خلاص، كاوتش 215 60 17. طبعا ده ما ينفعش بقى لا يعمل بيض ولا حاجه. تمام، زي شايفين انتوا نظام التعليق الخلفي بتاعه اهو. العربيه على فكره دفع خلفي. تمام، طبعا درامز من ورا، ديسكات من الامام بالنسبه للفرامل. دي العربيه اهي بتاعتنا. العربيه دي بقى بتلعب على ايه؟ احنا قلنا على الاعتماديه ليه؟ لتر البنزين الواحد. طبعا العربيه دي، العربيات اللي احنا بنعرضها لكم مواصفات خليجي، هيئه القياس بتاعت مجلس التعاون الخليجي، شايفينها؟ طيب، العربيه ممتاز. ممتاز ليه بقى؟ لان لتر البنزين بيمشيها 16.3 كيلو. انت متخيل العربيه بالحجم ده وبالطول ده كله، ولتر البنزين يمشيها 16.3 كيلو؟ هي دي بقى العربيات بتاعت السفر. والعربيات بتاعت السفر فين؟ للرحلات. دي بتاعت العربيات بتاعت المشاوير، ان انت هتروح تشغلها مطار، معاك اسره كبيره وبتدور على التوفير. الشبكه النيكل الاماميه اللي شكلها ظريفه اهي. تمام، الفوجات النيكل، تطعيم الفضي من تحت في السبليتر الامامي. وخلونا هنا نتفرج بقى على المحرك بتاع تويوتا. بصوا يا جماعه، العربيه دي جايه بموتور 1500 سي سي 4 سلندر. تمام، وموتور طولي لان العربيه دفع خلفي احنا قلنا. تمام، الموتور ده 105 حصان. تمام، و141 نيوتن عزم. ارقام متواضعه، ولكن الهدف من العربيه دي مش التسارع ولا الجري، ولا هي بتاعت الكلام ده اصلا. دي بتاعت ان انت تشتغل بيها، تقضي بيها مصالحك مع اسرتك بدون ما تزعلك وتوفر معاك بنزين. شايفين؟ طبعا الموتور بتكنولوجيا في تي اي، وده اللي بيخليه يوفر بنزين. والموتور ده مرتبط بجير اوتوماتيك من 4 سرعات اماميه. طبعا قمه في الاعتماديه وبدون اي مشاكل ولا وجع دماغ. هي تويوتا بتلعب على كده. طيب، خلونا نتفرج بقى على المنطقه الخلفيه بتاعت السياره. العربيه فيها حساسات خلف اهي. تمام، الا ان مش فيها كاميرا. خلاص. طيب، ودي شنطه السياره. ما بين ان انت يكون معاك الثلاث صفوف مقاعد اهو لو انت عندك اولاد، ما بين ان انت بيتطوم 50 ل 50 لو انت عايز، ومعاك هنا شنطه كبيره قوي لو انت استغنيت عن صف المقاعد الثالث او عن حتى نصه. شايفين هنا المساحه قد ايه؟ تمام. طيب، خلونا نتفرج على السياره من الداخل. المنطقه الخلفيه طبعا بحر، شايف؟ مساحه فعلا فظيعه يعني. خلاص، واكيد السياره فيها نفق فتيس وسطي، نظرا لان هي من الخلف فيها عندك دفع خلفي عشان الكورونا تعدي منين. طيب، بالنسبه بقى للخامات والكلام ده انا اتكلمت عليه في الريفيو بتاعها، كلها بلاستيك، مش هتلاقي جلد خالص. يعني هنا تطعيم قماش بس بسيط، اللي انت شايفه ده كله ده بلاستيك، مفيش اي تطعيم جلد نهائي لا ورا ولا قدام. خلاص، هنا عندك التحكم في المرايات الكهرباء، 4 ازاز كهرباء، والنظام بتاع الاطفال، الا ان العربيه ما فيش فيها ضم. طيب، اللي يهمنا بقى هنا ايه؟ اللي انت عندك حساس ضغط اطارات، ده الاوبشن بقى اللي مهم بالنسبه لنا احنا هنا بقى. والحاجه الثانيه ان انت عندك هنا نظام تراكشن كنترول او نظام مانع التزحلق. خلينا ندخل العربيه. العدادات العاديه بتاعتنا اللي شكلها جميل بالخلفيه،
الزرقاء. العربيه طبعا بصمه من الداخل والخارج، ودي طبعا من النقط المميزه برضو اهو. مفتاح البصمه بتاعها مفتاحين بصمه اهم. خلاص. تحكم الطاره للميديا بس، مفيش هنا مثبت. تمام. في عندك هنا 3 صوابع كده. العربيه اعتماديه، يعني شوف حتى العدادات 3 صوابع كده، مفيش تاتشات مفيش حاجه. خلاص. الشاشه 7.5 بوصه. تمام. وزي ما قلنا الشاشه دي مش فيها كاميرا خلفيه. تمام. طيب تكييف البكر. فتحات التكييف اهي. عندك فتحتين دائريتين هنا في الاطراف واثنين في النص. لاحظ بقى ان هنا فتحات التكييف عاليه وكبيره علشان تبرد بجد، يعني انت عارف هي هتريحك في التبريد. خلاص. قاعد الركوبه بتاعتك عاليه وشايف كل حاجه في العربيه. طيب في عندك هنا فتحات تكييف في السقف اهو. وفي عندك كمان لصف المقعد الخلفي في فتحات تكييف تانية شايفينها بتحكمات ايه بسيطه كده في السرعه بتاعت المروحه بس. خلاص. عندك ايرباجات اهي. المنطقه الخلفيه الايرباجات الاماميه اهي. تمام. وده الفتيس الاربعه غيار القديم بتاع تويوتا اللي مفيش فيه اي اختراع، اللي هو اللو اول وتاني تالت، الدي العادي الاربع نقلات، والان والريفرس. وزي ما قلت لكم هي فيها حساسات اللي انتم سامعين صوتها دي، انما مفيش فيها كاميرا خلفيه. خلاص. والبي. وشكرا على كده. هنا المكان بتاع الموبايل الا ان مفيش فيها شاحن وايرلس. تمام. المخرج ال 12. الدرج بتاع التابلو بالعدادات بالكتالوجات بتاعته. وده الريموت بتاع الشاشه اهو. ريموت تويوتا حاجه جميله جدا. ومن الواضح ان هي فيها رد على المكالمات، واذا الشاشه فيها بلوتوث. تمام. لاحظوا ان هنا في حساسات لاحزمه الامان في كامل السياره. تمام. طيب تصميم بسيط عملي. طيب عربيه زي ما احنا شايفين عربيه اعتماديه وبس، ما تفكرش في حاجه تانية. خلاص. موفره في البنزين، واسعه جميله، كل حاجه حلوه، ودفع خلفي كمان. طيب نيجي هنا بقى للسعر. السعر زي ما قلت لكم قبل كده مش بقدر اقوله على العام لان الاسعار متغيره من ناحيه، ومن ناحيه تانية كمان ان هو الموضوع بتاع السعر على العام ده بيعمل جدل، لان هيقعد حد يقول لك غاليه، حد يقول لك رخيصه، حد يقول لك مش عارف ايه، فما يعني ملوش لازمه. اللي مهتم انه يشتري العربيه ممكن هو يتواصل معايا من خلال الارقام اللي شفتوها تحت الفيديو باذن الله دلوقتي، الرقم الاماراتي، الرقم المصري، الايميل بتاعنا. احنا باذن الله بنستوردها لك من دوله الامارات العربيه الشقيقه. سيارات زي ما قلت لكم زيرو بهامش ربح ضعيف جدا، ومليانه اوبشن وعوامل امان. هي خلي بالك هي العربيه دي اصلا هي الاوبشن كده اصلا، يعني هي كده الاوبشن زايد، يعني حساس ضغط اطارات ومش عارف ونظام ثبات الكتروني، انت كده الدنيا لعبت معاك. تمام. طيب لو فرضنا ان انت حضرتك مش هتشتري معانا العربيه، ساعدني بالنشر، انشروا الفيديوهات دي في كل مكان. ساعدونا ان احنا نحقق فكرنا، ان احنا نقف على رجلينا ونقدم للسوق عربيات جيده بهامش ربح بسيط. انا عايز اعمل كده، فساعدوني. دوس اعجاب، اشترك في القناه عشان تشوف اكثر من 1000 فيديو في كل ما يخص مجال السيارات، وعلشان تشوف العربيات اللي هنعرضها جديده قد يكون فيها حاجه ان شاء الله تعجبك وتكون من نصيبك. اتمنى لكم كل الخير، اشوفكم باذن الله على خير في سيارات جايه كتير وحلقات جايه اكتر. سلام عليكم.